تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقصر البخاري في عملية نوعية وفي ظرف قياسي أقل من 36 ساعة توقيف شخصين تتراوح أعمارهم بين 31 و 50 سنة مع استرجاع 1 مليار و78 مليون سنتيم. تعود حيثية القضية إثر شكوى مقدمة من طرف الضحية مفادها تعرضه لسرقة مبلغ مالي معتبر بالعملة الوطنية قدر ب 1 مليار و78 مليون سنتيم، ليتم على الفور مباشرة عملية البحث والتحري التي أفضت إلى تحديد الاتجاه الذي سلكه المشتبه فيه وحتى المركبة التي استعملها، أين تم توقيفها مع استرجاع المبلغ المالي المسروق كليا والمقدر ب 1 مليار و78 مليون سنتيم، أجهزة كهرومنزلية، سيارة من نوع مرسيدس، مع توقيف المشتبه فيه والذي يعتبر شريك مشتبه فيه الثاني والذي يعتبر شريك في الجريمة. سيتم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية محكمة قصر البخاري، وهذا بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية في شأنه.